ازيك حبيبي؟ عامل ايه؟ خد بونبوني، تعالى اقعد على رجلي، هات بوسه من بقك، هات بوسه من بقك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واللي ما يعرفناش، أنا عمر الجوهري وأنا مش صانع محتوى خالص. القصة باختصار عزيزي إن في 10 مدرسين، والمفروض إن هم سنهم ما يقارب من 45 ل 60 سنة، شغالين في مدرسة وحضانة خاصة ولغات، وبيتعاملوا مع الأطفال. تحرشوا ب 25 طفل، ودول اللي معروفين الفترة دي ان كده كده حكومتنا المبجله ووزارتنا وزاره الداخليه يتم العثور على الجاني في اقل من 24 ساعه. التحرش بالطفل موضوع بقى منتشر جدا الفتره دي، اللي يخليه يبص حته طفل يعني ده حته لحمه حمراء. الفكره كلها لما جينا بصينا ورا الموضوع، واحد تحرش بطفل في جامع، واحد تاني يتحرش بطفل في المدرسه. طب ازاي يعني الموضوع بيجي لك منين؟ التخيل بيجي لك منين؟ يعني الزمن بقى كله فتن عزيزي، الزمن بيتطور واحنا كبني ادمين برضه بنتطور، فتلاقي سن مثلا طفل يكون او طفله 15 سنه بس شكلها يبدا 20 سنه، وهكذا برضه الاعمار. انا عايز احافظ على ابني، احافظ عليه ازاي؟ الحلول دي في النهايه انت لو دخلت على البيج الثانيه هتلاقيها وهتعرف النصائح اللي احنا بنعملها، لكن برضه الوعي لازم يجي من البيت. حضرتك او حضرتك لازم على قد ما نقدر ان احنا نشارك حريه الراي. ان هو مش عايز يبوس عمه او تبوس عمه فنغصبها، او جده فنخصمها. بس احنا كلنا بني ادمين، يعني الطفل بيجي يقعد على رجلي 5 ثواني بعد كده بتزهق خلاص، بقى بينزل بيتعامل وبيجري وبيلعب. خصوصا ان البنت دلوقتي من 5 سنين من 4 سنين كبرت، لان الاجيال دلوقتي اتفتحت عزيزي. فاحنا لازم نخاف على اولادنا، ولازم الوعي يكون من بيتنا، ولازم الاب يقرا قران ويقرا ولاده، الام برضو نفس القصه. ما ينفعش برضو ان انا اتعامل مع الراجل كذا والطفل وكراجل لازم اوعيه ان ما ينفعش راجل يبوس راجل من بقه، ما ينفعش يكون راجل بيقعد على رجل راجل، كل الكلام ده. ونفس القصه في البنت. اعتقد ان اي اماكن انترناشونال ينفع ان احنا نشوف ولادنا، وينفع نشارك ولادنا، وينفع نسمع ولادنا. مش هنيجي نقول ان هو مريض نفسي، لا، هو كده كده هيتحاسب وهياخد جزاؤه وهياخدوا جزاؤه. نخاف على ولادنا، واستنوني في فيديوهات جامده جدا. وبقول لك ايه، سلام.